تخيل نفسك في اجتماع والمدير سأل سؤال What's your suggestion for solving this issue؟ هتحس بالتوتر وقلبك يدق أسرع وتحاول بشكل أسرع تكون جمل صحيحة جوا عقلك، وهتلاقي الكلمات تخرج منك بشكل متقطع. I think, maybe, we should, try to. المدير يرفع حاجبه، زملائك يطلعوك يستنوا منك رد، والتردد صار واضح عليك. وفجأة شخص تاني يرد بثقة وجملة واضحة واحترافية. I'd recommend exploring an alternative approach that optimizes both cost and efficiency. والنتيجة إن المدير حيثق فيه ويوكل ليه المهمة لأنه رده كان سريع ومحترف. والفرق بين التردد والثقة في الإنجليزي هي إنك تكون جاهز بجمل احترافية مسبقة. في ناس عندهم خبرة ومرة شطار في شغلهم، لكن لما يجي يتكلم إنجليزي يتوتر ويتردد وكمان يقول جمل مرة ضعيفة، وهذا لأنه ما عنده حصيلة من الجمل الاحترافية الجاهزة للاستخدام. والحل إنك تستخدم جمل جاهزة بدل ما تجلس تفكر في الجملة كل مرة وانت بتتكلم. وعشان كده سوينا لك برنامج تدريبي متكامل مبني على مسار تدريجي واضح، حتلاقي فيه كل الجمل والمحادثات اللي حتحتاجها أثناء عملك. أولاً الكتاب الأساسي واللي يغطي الموضوعات الرئيسية، مقسم إلى 7 فصول رئيسية و200 موضوع فرعي، وأكثر من 4000 جملة شائعة في البزنس. كل فصل حتلاقي فيه قصص ومحادثات وسيناريوهات واقعية وأهم الجمل المستخدمة، وكمان يشمل أهم 7 مواضيع في البزنس إنجليش: الانترفيوز والإيميلز وكمان الاجتماعات، التفاوض والتواصل في بيئة العمل والتواصل أونلاين، وأخيراً البرزنتيشن، وكمان 7 هدايا مع المسار التدريبي، ومنها كتاب الخطة اللي يحتوي على خطة كاملة لمذاكرة المسار التدريبي مقسمة على 90 يوم. ومن ضمن الهدايا اللي مرة قوية كتاب الإنجليزية للسفر، وأبغى أوضح لك إنه هذا الكتاب كورس قوي ومتكامل بندرسه كثير في دول الخليج، ويعتبر من أعلى الكورسات طلباً. وكمان كتاب أهم المحادثات، وكتاب كيف تفكر بالإنجليزية، وكمان كتاب إيميلات بيزنس بلا تعقيد، واللي حتتعلم فيه كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة الإيميلات. ترى أكثر من 10,000 شخص استخدموا هذا البرنامج ومرة فرق معاهم. احجز نسختك دحين من المسار التدريبي المتكامل للبزنس إنجليش عشان تحصل كل الفرص اللي أنت تبغاها.